الله الله على الصوت اللي بينزل بالقلب قبل ما ينزل بالمعدة. يعني يا جماعة نص متابعيني من الشام وما أعمل لكم اليلنجي على الطريقة السورية، حرفيا إبداع، لازم تجربوه. رح أقول لكم خلال العمل كيف يضل معاكم الورق أخضر أخضر وبشهي القلب. رح أقول لكم على التتبيلة اللي بتفتح النفس قد ما هي طيبة، وطريقة السوى الصح اللي يطلع معاكم بشهي القلب. بتمنى أحبائي نضغط لايك لهذا الفيديو لو عجبكم، لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم مني أول بأول. خذ الفيديو مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لكم. ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وإنتو. بتمنى ما تنسوا أبدا دائما الصلاة على النبي، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية لحتى نكون متفقين، أنا الورق اللي مستخدميته فروزن. هلأ دايما الناس بتعاني من قصة إنه الورق بعد ما ينزلوه من الفريزر بيتكسر معهم. رح أفكه من الجيلاتين كيف ما شفتوا، وبحطه بطبق وبغمره بالمي السخنة اللي بتغلي، ولكن إحنا ما بنغليه على الغاز، بيتكسر كتير معاكم وكمان بيسود. بتغمروه بالمي السخنة كيف ما عم بتشوفوا، بتضلوا رايحين جايين تقلبوا فيه. لما الورق يفك معاكم ما رح ياخد معاكم وقت، هم 3-4 دقايق مش أكتر من هيك. متى ما فك معي الورق بهذا الشكل اللي واضح قدامكم، على طول رح أخده وبصفيه من المي السخنة، وبرجع بغمره بالمي الباردة لحتى يضل معاي الورق أخضر أخضر وبشهي القلب. لو غمرتيه على طول بالمي السخنة للأسف هو بيسود معك. وشوفوا كيف ضل معي أخضر وبرعرع كأني مشاريته من السوق هلأ، وبضل طعمته فيه، ويا عيني يا عيني بشهي القلب. بحطه بمصفاي وبنتقل بعديها للرز. عندي هون كيلو رز مغسول ومنقوع. رح أضيف له دمة من البقدونس أنا مقطعتها ناعم. رح أضيف حبة كبيرة من البصل أو حبتين متوسطة الحجم أيضا مقطعين لناعم. رح أضيف 3 حبات من البندورة متوسطة الحجم مقطعين ناعم. بضيف حبة من الفلفل الرومي الأخضر اللي هي الفلفل الخضراء، وبضيف نعنع أخضر تمام مقطع ناعم. بضيف 3-4 أسنان من الثوم مهروسين كتير كتير منيح. بضيف معلقة كبيرة من صلصة البندورة ومعلقة كبيرة من دبس فليفل. الدبس فليفل بينقلها لمكان تاني. رح أضيف معلقة كبيرة من البن اللي هو القهوة التركية. أبدا ما تستغربوا من إضافة البن، والناس اللي بتشوفوا ما بتجرب لازم تجربوه، لأنه رح ينقل معاك اليالنجي من مكان لمكان تاني. وكيف ما شفتوا أنا ضفت معلقة واحدة على كيلو رز. ضفت مكعب مرقة الدجاج، بضيف معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة مليانة من البهار المشكل، وبضبط الملح. أضيف معلقة كبيرة مليانة من النعناع الناشف، وبضيف نص كوب من زيت الزيتون. بحرك كل هاي المكونات مع بعض تمام، وبضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان. وهذا دبس الرمان أنا عاملته معكم من أسبوع على الصفحة، فيكم تشوفوا الطريقة. بحرك كل هاي المكونات مع بعض. ننتبه بس أحبائي شوي شوي وإحنا بنحرك بلا ما تتكسر معاكم الحبة، وهيك تتبيلتي بتكون صارت جاهزة. هون كمان الورق اتصفى عندي تماما. حبدأ ألف فيه عادي طريقتك كيف ما بتحبوا وكيف ما بتفضلوا، ولكن للأمانة السوريين بحبوا يعملوا ورقة اليالنجي تكون سميكة شوي. أنا بحب أعملها الطريقة العادية، ما بحب كمية الرز تكون مبالغ فيها. خلص كليات الكمية كيف ما عم بتشوفوا. شوفوا ما أحلى هاللف، والله إني بستاهل 10/10 يا ملك. شو مالكم يا جماعة مقصرين معي بالحكي الحلو؟ اكتبوا لنا هيك تعليقات حلوة مثل قلوبكم الحلوة. بالطنجة اللي رح أطبخ فيها بصفة بطاطا أو بطاطس، وببدأ إني أرص بالورق بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. وحبايب قلب السوريين، ها اكتبوا لنا بالتعليقات عجبتكم الوصفة وعملتها بالطريقة الصح، كتير بهمني أعرف رأيكم. خلصت رص ورق العنب كيف ما شفتوا. هون عندي تقريبا نص لتر من المي. بضيف له معلقة كبيرة من الملح. بضيف تقريبا 4-5 معالق من الزيت الزيتون ومعلقة كبيرة مليانة من دبس الرمان. بدمج كل هاي المكونات مع بعض تمام، وبتأكد تماما إنه الملح داب. أنا بحب ملح بالمي، ما بحب ضيف الملح على الورق مباشرة. رح أحط على الورق كيف ما عم بتشوفوا تتقيلة أو صحن تمام، وبغمر الورق بالمي اللي حضرناها. رح أغطي الطنجرة وأتركه ليغلي معاي. بعد الغليان بحسب له شي 3-4 دقايق. بعد هيك بشيل الصحن. أول ما رح تشيل الصحن رح تلاحظي إنه المي مش كتير غامرة الورق. بترجعي بتغمر المي تمام، وبتغطيه وما بتكشفي عنه أبدا لحتى ما يسود معاكي. لو ضليتوا كل شوي رايحين جايين تكشفوا عنه كتير بيسود الورق. هدي الحرارة على الآخر واتركيه ليستوي معاكي كامل السوا. تقريبا بياخد معاكي ساعة. هون عندي حبتين من الليمون معصورين، بضيف لهم معلقة كبيرة من دبس الرمان.
السوريين بحبوا كتير إضافة دبس الرمان على الورق، ولكن ما تفكروا إنها كمية مبالغ فيها، بيطلع معاكم مزبوط 100%. والجماعة اللي مثلي يصفوا جنبي من عند ما بيستوي الورق وخلص بمر عليه ساعة، كل شوي لازم أطوله أدوق. شوفوا هون استوى عندي الورق تماما، رح أنزل بكمية الليمون ودبس الرمان كيف ما شفتوا، بغطيه وبحسب له بعد إضافة دبس الرمان والليمون شي 10 دقايق على حرارة منخفضة. تمام. بعد هيك بتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة وبدخله على الثلاجة من 4 ساعات لليلة كاملة. طيابة ورق اليالنجي إنه هو ما بيتاكل سخن، بيتاكل سخن والله هو زاكي سخن، ولكن طيابته الأكتر والأكتر لما بتتركوه ليبرد على الآخر بشهي. شوفوا لي هالإيد اللي جاي تزين، يعني هذا ابني الله يعيني عليه. أحبائي هيك الوصفة بتكون صارت جاهزة، بتمنى إنها تكون عجبتكم. بشوفكم على خير إن شاء الله فيديو كتير قريب، وباي باي.